طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم الثاني للمعركة دارت في خورم قرن. خورم قرن ده يا جماعة منطقة تابعة لمحلية التضامن ولاية النيل الأزرق، معسكر اليرموك الشمالي. ده المكان اللي دارت فيه المعركة بين قوات الدعم السريع وفصيل من قبيلة النوير. احنا ما بنقول تابعين لدولة جنوب السودان، لأنه المعلومة اللي جاتنا نحن والمعلومة اللي بنعرفها انه الناس زي ذاته ضد حكومة دولة جنوب السودان، لكن احنا دايرين نوصل رسالة لسلاطين قبيلة النوير انه دي ناسكم الآن أسرى في يدنا نحن كقوات الدعم السريع وتحت الرعاية التامة، والله أكلوا وشرابوا لغاية ما تتم مناقشة القيادة العليا لقوات الدعم السريع. نحن كقادات على أرض الميدان عندنا قيادة عليا وبنشتغل بتعليماتها، نشوف تعليمات الأسرى دي شنو. إذا تواصلتوا معاهم أنتم كحكومة بتاع دولة جنوب السودان أو كسلاطين لقبيلة النوير، تتواصلوا مع القيادة العليا. نحن التوجيهات بتجينا من القيادة العليا، لكن الناس الآن فيها تم الصحة الأسرى موجودين، وده الآن اللي قدامهم ده غايد برتبة عقيد، ده اللي قدام ده. فالناس زي يا جماعة الشيء الموسف نحن من المفترض نعمل حوار يدور بيننا وبينهم ويقولوا الحقائق، لكن معلش للأسف إنه عربي ما عندهم، ما بيتكلموا. حتى لو سألته ما بجاوبك وما بقول لك الكلام المنطقي. عشان كده احنا الرسالة دارين نوصلها انه الأسرى دي تحت رعايتنا نحن كقوات الدعم السريع وموجودين معانا لغاية ما نشوف التعليمات الأخرى الجايانا أو الصادرة لنا من القيادة العليا. فنحن رسالتنا لدول الجوار والدول الدول الأشقاء، رسالتنا لكم انه ابعد، ما تحاولوا تدعموا الملايش الإرهابية في دولة السودان، وما تحاولوا تدعموا دواعش البرهان، وما تحاولوا تدعموا ميليشيا مالك عقار، لأنه الناس زي المساكين ما عندهم ذنب، تم تسليحهم. ونحن المعلومة لنا تامة انه تم تسليحهم في منطقة داخل حدود دولة جنوب السودان. ونحن زي ما ذكرنا في كم لايف انه ما عندنا حق نمشي نتوقل في حدود ما حدودنا. عشان كده الناس زي اللي نحن متبعينهم بالخطوة خطوة لغاية ما وصلوا داخل حدود دولة شمال السودان، وتمت المعركة في خورم قرن تابع لمحلية التضامن ولاية النيل الأزرق. ده باعتباره فصيل تابع للنوير، ما تابع لحكومة دولة جنوب السودان. نحن ديل الآن أسرى ضباط وضباط صف وجنود موجودين معانا، وده القائد اللي قدامهم ده في رتبة العقيد. فنحن الرسالة دارنا نوصلها لدول الجوار ولكل أخواننا في الأشقاء بمختلف أنواعهم من الدول. نحن بنتمنى وبنوصل لكم الرسالة انه ما تحاولوا تدعموا الارهاب والدواعش التابعين لبرهان ومالك عقاد، وما تحاولوا تتاجروا بدماء الناس. ورسالة خاصة في بريد سلاطين قبيلة النوير، الناس زي الآن بيشيلوا ذنبهم انتم، لأنه مالك عقاد أغراكم بقروش. Welcome to the heart of Africa, where culture meets creativity. Join us on North Global News, your ultimate channel for inspiring news and stories across the continent. From the deep traditions of South Sudan and Ethiopia to the rhythm of African music, the power of sports, the rise of technology, and the beauty of our wildlife and nature, this is Africa Reimagined. Share our stories. Keep Africa united through culture, knowledge, and pride. Uniting Africa through stories and culture. Subscribe now to North Global News. Share Africa's culture with the world.